تصريح خطير من ميسي بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يفاجئ المنتخب المغربي ويصدم الملايين. انظر ماذا قال. إليكم التفاصيل كاملة في هذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ في المشاهدة ياريت ما تنساناش بلايك واشتراك للقناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. هيا بنا لنبدأ. أول رد فعل من ميسي بعد التتويج بكأس العالم. احتفل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين مع جماهير التانجو بالفوز بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 للمرة الثانية في تاريخه، وبعد نهاية مباراة الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 توجه ميسي إلى المدرجات لاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية. وفاز منتخب الأرجنتين مساء اليوم على فرنسا بركلة الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 ليفوز التانجو باللقب الثالث في تاريخه. وقال ميسي: فأنا فعلت المستحيل من أجل التتويج من أجل كأس العالم، فنحن نشكر جميع الجماهير العربية والمغربية بالأخص والتي أسندت المنتخب الأرجنتيني في المدرجات، وأنا أعلم أن المنتخب المغربي هو أكثر منتخب ظلم في هذا المونديال، وخاصة في المباراة النهائية التي لعبها أمام المنتخب الفرنسي، والتي كان بطلها الحاكم المكسيكي الذي تنمر على المنتخب المغربي. ونحن جميعا نعلم أن المنتخب المغربي ظلم، فنحن انتقمنا أولا لأنفسنا، وانتقمنا أيضا للمنتخب المغربي، لأن المنتخب الفرنسي لا يستحق التواجد في المباراة النهائية. وبكده يبقى انتهينا من هذا الفيديو، وإن كنتم محبي ومشجعين للمنتخب المغربي فياريت ما تنساناش بلايك واشتراك للقناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.